استاذة مونيكا، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. طبعا احنا شفنا جهودات حضرتك الفترة اللي فاتت خلال يعني الانتخابات، فطبعا عايزين نعرف رأي حضرتك ايه بعد ما عرفتي النتيجة. بصي، بعد ما عرفت النتيجة بناء عليه قررت ان انا قدمت تظلم في اللجنة العامة. دي اول حاجة طبقا للخطوات اللي عاملاها الهيئة للتظلم. ثم قدمت هنا في المحكمة الإدارية العليا، وقدمت مجموعة من المستندات اللي بتثبت الخروقات والحاجات اللي حصلت في ايام اول يوم في الاقتراع وثاني يوم، ويعني بنثق في القضاء المصري وقدمنا كافة المستندات اللي تتطلب إعادة الانتخابات في الدايرة. كل حاجة أنا طلعت وكتبتها على صفحتي الشخصية أو فيديو لايف أو كده كنت بثبت فيه حالة، لأن ما كانش حد حواليا بيساعدني إن أنا أعرف آخد حقي. كل شيء ليه مستند، كل شيء متصور. أنا ما قلتش كلمة ما فيش مستند معايا عنها، ولكن ما ينفعش انزلها على السوشيال ميديا. دي بتتقدم للجهات المختصه علشان هي اللي اتكلمت فيها، مش تكون مباحه على صفحات السوشيال ميديا. بس والنهارده قدمنا الطعن وننتظر يعني قرار المحكمه ان شاء الله، ودايما واثقين في نزاهه القضاء المصري. ودايما برضو يعني دايما بقول لهم احنا الامر والاعتداءات اللي حصلت علينا كمرشح، يعني انا بتكلم عن نفسي كمرشحه شباب، كنت مفروض حمله انتخابيه بشرف، بوطنيه، بامكانيات الشباب اللي موجود على الارض القريب للناس، لحمله انتخابيه فيها تجاوز للسقف اللي حددته الهيئه الوطنيه للانتخابات، ولا فيها عدم احترام، ولا فيها شراء اصوات، ولا فيها توجيه عكس اراده المواطن المصري. فكانت شيء يعني في من الحريه للمواطن المصري فيها، يعني تجربه. انا بالنسبه لي قدمت تجربه بما تليق بامكانياتي، بما يليق بشكل متحضر للمرشح شاب او فتاه، لان احنا شاهدنا يعني مشاركات كتير من شباب وفتيات كانوا من متوسطي الحال، ولكن قدموا تجارب كتير محترم. فده اللي احنا عملناه واظهرناه. ولكن للاسف في ايام الدعايه، في ايام الاقتراع الاول يوم وثاني يوم، تعرضنا لبعض الاساليب اللي فيها بلطجه وبعض الاساليب اللي فيها خروقات. فاحنا لما كنا بنرصد الحاجات دي بناء على لما اعلن في بيان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نرصد الخروقات دي ونقول لا للمال السياسي ولا للبلطجه ولا ولا ولا. فلما عملنا كل ده احنا تعرضنا للمضايقات وتعرضنا للاساليب الغير محترمه والمنافسه الغير شريفه اللي هي لا تليق، اللي هي يعني تنتسب الى افعال فرديه مش تابعه لمؤسسات الدوله بشكل عام، ولكن هي من بعض المرشحين اللي هم ذات يعني نفوذ، ذات سلطه ماليه كبيره، وهم اللي كانوا بيروجوا للمال السياسي، وهم اللي كانوا بيشتروا ذمه المواطن المصري عشان بيستغلوا حاجه المواطن المصري ويصدروا الفقير للفقير علشان هم يتربعوا على عرش السلطه والنفوذ. وكل ده لا يصب في مصلحه المواطن المصري بشكل كبير. فاحنا النهارده مش بندافع انا مش بدافع عن مونيكا، مش بدافع عن الخروقات اللي حصلت لي انا بس، انا بدافع عن شكل المجلس النواب اللي جاي الجديد، اللي هو لازم يمثل الشعب، ما يكونش غصب عن اراده الشعب، وما يكونش بيه شراء اصوات الشعب، لان صوت المواطن المصري صوت حر اصيل. ولازم احنا كابناء هذا الوطن، ابناء شرفاء، ان احنا نتكلم وندافع عن حق البلد، مش حقنا احنا الشخصي بس، ده حق مصر كلها والمصريين.